كان في شاب بدوي كان دايما امه بتوصيه انه ما يصاحبش ابو نيتين. فسألها ازاي هعرفه يا امي؟ فقالت له هو بنفسه هيقولك انه عنده نيتين. مرت الايام وماتت امه، فالشاب حزن جدا، وبعد كده قرر انه يبيع البيت ويسيب البلد، فاشترى جمل وسلاح واخد باقي فلوسه وسافر. وهو ماشي في الطريق لقى راجل رجله مكسورة وكان بيموت من العطش. الشاب نزل من الجمل سقاه ميه وربط رجله بالعمامة وحملوا على الجمل وكملوا طريقهم. وهم في الطريق بدأوا يتكلموا. الشاب سأله ايه اللي حصل لك وانت ازاي جيت هنا؟ الراجل قال له كنا في غزوة واتغلبنا ورجليا اتكسرت واصحابي سابوني وهربوا. فضل الراجل يسأل الشاب عن احواله، فحكى له الشاب عن امه اللي كانت دايما توصيه انه ما يصاحبش ابو نيتين. الراجل ضحك وقال انا عندي نيتين. الشاب ضحك وقال انت بتهزر، وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا البير. الراجل قال له خليك انزل انا اجيب الميه، لكن الشاب قال لا انت تعبان انا اللي هنزل، وربط الحبل في الجمل ونزل يملى الميه. وهو بينزل تاني عشان يسقي الجمل ابو نيتين قطع الحبل ورماه جوه البير. الشاب اتفاجئ وقال الحبل ساعدوني. ابو نيتين قال له انا قلت لك من الاول ان عندي نيتين، وسابه ومشي. الشاب فضل في البير بيفكر في كلام امه اللي حذرته من ابو نيتين. بالليل جه غرابين ووقفوا على طرف البير وفضلوا يتكلموا مع بعض. كانوا من الجن. واحد منهم قال للتاني فاكر بنت الشيخ اللي الناس كانت عايزه تتجوزها؟ التاني رد عليه وقال له البنت الجميله اللي محدش قدر يتجوزها. الاول قال له عملت لها سحر وبقت مجنونه بتقطع هدومها وبتصرخ. وفك السحر بسيط جدا، يقروا الفاتحة 7 مرات في مية ويسقوها. والتاني قال له وانا كمان المدينة اللي انا كنت مانع عنها المية جفت تماما. وفك السحر عنها سهل برضه، يقروا خواتيم سورة البقرة والمعوذات على المية ويرموها في مجمع العيون تحت الجبل. الشاب سمع الكلام كله وعارف ان الجن ما بيشوفش بالضلمه ومش بيعلم الغيب، والا كانوا شافوه وهيعرفوا اللي حصل. ولما طلع الصبح عدت قافله جنب البير ونزلوا الدلو علشان يسحبوا ميه، لكن الشاب قطع الحبل. نزلوا دلو تاني وبرضه قطعه، وفي الاخر نزل واحد منهم علشان يشوف ايه اللي بيحصل. ولقى الشاب قال بسم الله انت انس ولا جن؟ قال له انا انس، وحكى له قصته وقال له انت قطعت الدلو ليه؟ قال له لو كنت مسكت في الدلو وطلعتوني كنت خفت وسبتوني اقع في البير واموت من الوقع. فخرج الراجل وقال لهم حكايه، وسالوه انت هتروح فين؟ قال لهم الى مدينه الشيخ حارب، مدينه البت المسحوره. قالوا ده في طريقنا تعالى معانا. ولما وصلوا الشيخ قال لهم ان بنته بقالها 4 سنين مريضه ومحدش عارف يعالجها. الشاب قال له لو عالجتها هتديني ايه؟ الشيخ قال له هديك اللي تطلبه. فالشيخ طلب انه يتجوز البنت وياخد فلوس. الشاب جاب ميه وبدا يقرا سوره الفاتحه 7 مرات وسقى البنت، والبنت فاقت وبقت كويسه. والشيخ وافق على طلباته واداله مال وجوزه بنت. بعد كده الشاب راح المدينه اللي كان فيها البير اللي نشف من الميه، وطلب من اهلها مزرعه وفلوس مقابل انه يرجع الميه. عمل زي ما الجن ما قال وفك السحر والميه رجعت تاني للمدينه. وفي يوم من الايام جه ضيف للمدينه وكان ابو نيتين. الشاب عرفه وقال له فاكرني انا اللي سبتني في البير؟ ابو نيتين قال له انت ازاي بقيت كده؟ الشاب حكى له القصه، وابو نيتين قرر يروح البير تاني وقال له مش بايت الا في البير النهارده. ونزل في البئر، وبالليل الغرابين اللي من الجن جم وقفوا على البير وبيتجمعوا كل بدايه عام هجري وبداوا يتكلموا. الاول قال انت عرفت اللي حصل لبنت الشيخ حارب؟ السحر اتفك عنها. والتاني رد عليه وقال له المدينه اللي انا كنت حابس فيها الميه رجعت والسحر اتفك برضه. فقال له انا حاسس لما اتكلمنا السنه اللي فاتت في حد في البير وسمعنا. فقال له ايه رايك ندفن البير المشؤومه دي؟ ودفنوا البير على راس ابو نيتين. ودي كانت النهايه، وعلى نياتكم تسالون.